يلا كل واحد يبتدي، توكل على الله، يلا. دول اتنين ما يعرفوش بعض بس يعرفوا البرمجة، مطلوب منهم هما يطلعوا بالتصميم ده، واقرب واحد هيطلع بالشكل ده هو الكسبان معانا النهارده. مش مطلوب منك انك تكون بتفهم برمجة عشان تفهم هما بيعملوا ايه. خلاص افتح شير سكرين. تمام، موضوع عندي دلوقتي. خلاص يا شباب، تمام يا زياد. تمام يلا تمام. يلا كل واحد يبتدي، توكل على الله، يلا. عندنا 3 صور. ممكن برضو أضيف تحسين برضو، أصلا الموقع شكله مش كويس أصلا، شكله كلاسيك. هنضيف هيدا فوتر. تمام. نجيب الأداة دي، قلنا اوكي، هادي يلا 300 بكسل، ونشوف الوضع. طبعا مش هيظهر معانا ان احنا ما اديناش لون او اي حاجة. انتوا الاثنين قريبين من بعض ماشي. بشكل كبير، فاللي آه. هيمد صباعه شويه يفوز معانا النهارده. هيقطع الحبل يعني او الشريط. المشكلة يا جماعة ان انا نسيت، وللأسف ان انا اربط ملف CSS، وده اكبر غلط، يعني خطأ، يعني مش عارف اقول ايه بصراحة يعني. ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ خليه كده تمام تمام، اشتغل على كده. سيزونز. تمام. ثواني برضو. ايوه، نيجي هنا كده. تمام، تمام، محتاجين ننزلها اكتر سنة، وهي نرجع الجاب 20 بكسل، والالاين سبيس بتوين. لا، سيئة جدا، او يعتبر خلصت كمان. هنقدر نقول ستوب. واخيرا يا شباب، دي النتيجه بتاعت علي ودي النتيجه بتاعت زياد. طبعا واضح مين فيهم اللي كسبان النهارده، طبعا كلنا كسبانين، بس واضح مين اقرب حاجه ليه للتصميم الاصلي، وهو طبعا زياد. بس السؤال هنا ليكو، يعتبر زياد ناقصه حاجه عن التصميم الاصلي؟ اللي يقدر فيكم يطلعها يكتبها تحت في الكومنتات.